الشخصية اللي هكلمكم عنها النهاردة بعتبرها من ظرفاء الفن، الملح والفلفل اللي يظبط أي عمل فني سواء مسرح أو سينما. هو جار نجيب الريحاني المزعج في فيلم سلامة في خير، هو أيضا عمه الحكمدار السابق في فيلم سي عمر، وهو البشكاتب في فيلم أبو حلموس. اشتهر بشخصية البخيل ضئيل الجسم الماكر صاحب عبارات ساخرة أهلته ليكون صاحب مدرسة خاصة في الكوميديا. أفتكر عرفتوا أنا بتكلم عن مين؟ نجم حلقتنا النهاردة أسطورة الكوميديا محمد كمال المصري، أو شرفنطح كما يحلو للجميع أن ينادوه. أهلا بكم. 50 قرش يا عم الشيخ علي، دفعت مقدم 10 وباقي علي 40. 50 قرش يا مصرف يا مبذر، ينضحك عليك وانت في السن. اتولد شرفنطح يوم 11 أغسطس من عام 1886 في حارة ألماظ المتفرعة من شارع محمد علي. والده كان معلم بالأزهر، فأراد لابنه مستقبل متميز، وعشان كده ألحقه بمدرسة الحلمية الأميرية. وفي المدرسة تكونت فرقة للتمثيل، كان محمد كمال المصري أحد أبرز أعضائها. التحق بعد ذلك بفرق الهواة، ومنها إلى فرقة الشيخ سلامة حجازي، وكان بارعا في تقليده حتى أطلقوا عليه لقب الشيخ سلامة الصغير، مما فتح له المجال للشهرة والتنقل بين الفرق. فعمل في فرقة سيد درويش، وفرقة جورج أبيض، وفرقة رمسيس مع يوسف وهبي، ثم نجح في تكوين فرقة مسرحية خاصة به قدم فيها شخصية شرفنطح لينافس بها شخصية كشكش بيه، إلى أن استقر به الحال في فرقة الريحاني. ومن أهم أعماله المسرحية مسرحية صاحب السعادة كشكش بيه وحسن ومرقص وكوهين. اجتذبته السينما، وكان أول أجر حصل عليه هو 50 جنيه. توالت بعدها الأعمال السينمائية الناجحة، منها على سبيل المثال فيلم فاطمة، سي عمر، سلامة في خير، الأنسة ماما، وأخيرا فيلم عفريتة إسماعيل ياسين الذي ختم به حياته الفنية. تزوج محمد كمال المصري من سيدة من خارج الوسط الفني ولم ينجب، وعرف عنه حبه للعزلة ورفضه أن يتدخل أي شخص في حياته الخاصة. وقد حاول نجيب الريحاني معرفة عنوان بيته بأن كلف أحد الأشخاص بالسير خلفه للوصول إلى مسكنه، لكنه نجح في الإفلات من تلك المراقبة. في أواخر أيامه داهمه مرض الربو اللعين، وتمكن من جسده النحيل، وانزوى في بيته الصغير في حارة ألماظ يعاني الفقر والمرض والوحدة، إلى أن رحل عن عالمنا يوم 25 أكتوبر عام 1966. ولم يعلم أحد بوفاته إلا حينما حضر موظف النقابة ليسلمه معاشه الشهري وقدره 10 جنيهات، وقابله أحد الجيران قائلا: البقية في حياتك، الأستاذ مات. رحم الله الفنان الكبير محمد كمال المصري الشهير بشرفنطح. رجاء لا تنسوا تفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. شكرا لكم.